لازم قانون التظاهر ده تبلوه وتشربوا ميته، لانه طلع معمول للشباب القوى الاحتجاجيه يا عيد الغلبان اللي بيطلع ابو 50 واحد فتاكلوا عظمهم وتهنوهم وتضربوهم وترموهم في الصحراء او تعملوا لهم قضايا ويتسجنوا وتقولوا انكم هتعفوا عنهم وما عرفتوش عنهم لغايه دلوقتي. فده قانون واضح خلاص يا جماعه، احنا مش هنقعد نكابر لما في وقائع تبقى فاضحه فادحه قدامك، مفيش مكابره. القانون ده معمول عشان نصطاد بيه النشطاء، ليه؟ لانه لا حيله لهم، فبتصطادوه وتسجنوه وتهنوه وتتهموه. انما لما بيخرج مواطنين 10,000 او اطباء او امناء شرطه او التراس ولا بتعرفوا تقفوا ضد واحد، يبقى مفيش حاجه اسمها بقى قانون تظاهر. نرجع بقى نبص فيه تاني. انما يعني يتنظم زي ما انتم عايزين ولابد من تنظيم قانون التظاهر، لكن الناس اللي في السجن دي لازم تطلع، لازم تطلع، لان هو ده الكلب مكيالين، هو ده غياب العداله اللي انا بتكلم عنه بقى، اللي هو ايه؟ المصريين ما خرجوش لا في 25 يناير لاي واهم. لو حد بيكتب تقارير بيرفعها، المصريين ما خرجوش في 25 يناير بسبب الاقتصاد. وبالمناسبه كان احسن كتير جدا من دلوقتي على مستوى الاسعار. المرتبات طبعا زادت لكن الاسعار ما اتنفخت يا رخر. كل المؤشرات الاقتصاديه يوم 24 يناير 2011 احسن المؤشرات الاقتصاديه يوم 21 فبراير 2016، مش عايزه تلت التلاته كام. فالناس ما بتخرجش عشان الاقتصاد ولا بتخرج عشان البطاله. بالمناسبه لو كل شويه احنا عايزين نعمل فرص عمل للشباب، عايزين فرص، يا كويس ماشي، يا ريت هنعمل باذن الله. الناس بتخرج عشان الكرامه، الناس بتخرج عشان غياب العداله، مش عشان الاقتصاد، مش عشان غياب المرتب، مش عشان ارتفاع الاسعار. الناس بتخرج. شوف المشاهد. نقابه الاطباء اكبر تجمع في تاريخها الحديث يعني في جمعيه طارئه. عشان ايه؟ عشان ايه؟ كدر ولا جاب 10% من دول، عشان كرامتهم. الضرب الاحمر خرجوا ليه؟ عشان كرامتهم. ما تهنش كرامتهم بقى، لان كل اللي بيحصل في الواقع ده بيهين كرامتنا كلنا، مش كرامه فئه بعينها. ونفهم ان القصه بوضوح شديد، انه غياب او عوده مره اخرى نفس منظومه ما قبل 25 يناير هتودي الى 25 يناير من غير ما يبقى الموضوع فيه تحذيرات وفيه مش عارف ايه والبلد وخافوا بقى على البلد وقلقوا بقى على البلد. لان انا برضو مش مؤمن بان حد محتكر الخوف على البلد. مفيش حد عين الخوف على البلد في جيب القميص بتاعه، ومحدش فاهم ان هو بقى الوحيد اللي عارف مصلحه البلد. كل الناس هو مصلحه البلد في كل هذه الانتهاكات. دي مصلحه البلد؟ مصلحة البلد في توغل السلطة الأمنية على كل حاجة في حياتنا؟ زي ما 25 يناير بيتدخلوا في الجامعات وبيتدخلوا في الإعلام وبيتدخلوا في الاقتصاد وبيتدخلوا في مجلس النواب وبيتدخلوا في السياسة وبيتدخلوا في الأحزاب السياسية أيوة، عودة كاملة إلى ما قبل 25 يناير. مقدمات نفس المقدمات بتودي لنفس النتائج. وعايز أذكر الجميع بالتاريخ عبرة وعظة. لو افتكرنا الرئيس جمال عبد الناصر، سبب 67 ايه؟ الهزيمة الكبيرة، النكسة الحقيقية ايه؟ الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية اللي توغلت، الأجهزة الأمنية اللي بقت مراكز قوة، الأجهزة الأمنية اللي ضللت، الأجهزة الأمنية اللي انحرفت، الأجهزة الأمنية اللي سجنت، الأجهزة الأمنية اللي اعتمدت على التقارير اللي فيها تضليل واللي فيها تزوير وتزييف للرأي العام واللي فيها اتهامات لكل واحد وطني مخلص بيقول كلمة مختلفة. الأجهزة الأمنية وأظن كان واضح جدا يعني لأي حد بيقرأ التاريخ ان جمال عبد الناصر اول من اعترف
بهذه الانحرافات وسيطرة الأمن والأجهزة الأمنية، وحصل ما يشبه، وعمل بيان بقى مارس 30 مارس وغيره، ما يشبه المراجعات. الأجهزة الأمنية هي اللي خلي جمال عبد الناصر في مشهد 67 الزعيم المنكسر المهزوم. أرجع تاني لأنور السادات، أروح لأنور السادات. الأجهزة الأمنية هي سبب نهاية رئيس السادات وحكمه. تحالفت مع الجماعات الإسلامية، شغلتهم، مولتهم لغاية ما توحشوا، وفي الآخر الأجهزة الأمنية قصرت إلى درجة إنه الجماعة الإسلامية اخترقت كل حاجة، وانتهى الأمر إلى المشهد الدامي المريع اللي حصل باغتيال الرئيس السادات. تعال نروح للرئيس حسني مبارك. الأجهزة الأمنية ووزارة حبيب العدلي أو إدارة حبيب العدلي اللي امتدت 10 سنوات، أطول وزير داخلية، وتوغل الأمن وتغوله على كل شيء في مصر. ثم في النهاية ما بعد صلاة الجمعة يوم 28 يناير لغاية صلاة المغرب وقع النظام باللي فيه بالأمن بتاعه اللي عامل الأجهزة الأمنية دي كلها. حتى محمد مرسي والإخوان وقعهم غرورهم وإحساسهم إن هم الأمن في إيديهم. إذن المشهد بيقول لنا إن الأجهزة الأمنية خطر على أمن مصر. الأجهزة الأمنية خطر على الرئيس نفسه، وإنه كلما اللي في العالم اللي بيحصل إنه السياسة هي اللي بتشغل الأمن. السياسة هي اللي بتشغل الأمن، زي السياسة بالظبط هي اللي بتشغل الجيش. بمعنى إنه إيه؟ هنحارب، القرار ده قرار سياسي، قرار الرئيس مش قرار قائد الجيش. فيبقى السياسة هي اللي بتشغل المؤسسة العسكرية، والسياسة هي اللي بتشغل الأجهزة الأمنية. يعني التوجهات والقرارات كل شيء هو السياسة بتقول احنا عايزين بلدنا ديمقراطية، عايزين احترام حقوق إنسان، عايزين بلد منفتحة، عايزين بلد سمحة، عايزين بلد تحترم الدستور، عايزين بلد تحترم القانون، عايزين وتبقى السياسة هي اللي بتشغل الأجهزة الأمنية. في مصر عكس كل الدنيا، الأجهزة الأمنية اللي مشغلة السياسة. ناخد قرارات إيه؟ الأمن. نلعب ماتش فين؟ الأمن. نعمل اجتماع ولا نعيش؟ الأمن. الفندق يسمح بالاجتماع بتاع الحزب ده، ياخد موافقة الأمن. يا راجل ياخد رخصة جرنان، الأمن يوافق على الجرنان ولا لا. ياخد رخصة مطبعة، الأمن. ياخد رخصة استيراد، الأمن. يأسس شركة، الأمن هو اللي يوافق. يعفو الرئيس عن مسجونين، الأمن هو اللي يوافق أو يرفض. يقول له لا ده وده لا. انتخابات وأحزاب، الأمن هو اللي يقرر. ده ايه ده؟ بلد دي اللي مشغلها الأمن دي. البلاد التي لا يمكن أن تتقدم هي البلاد التي يدير فيها الأمن السياسة، مش السياسة اللي بتدير الأمن. هو في وزير من 33 وزير ل 32 وزير، هنتاخر وزير الدفاع ونتاخر وزير الداخلية، يبقى باقي كام؟ 31 وزير بما فيهم رئيس الوزراء، بما فيهم شريف إسماعيل. ووزير الداخلية أقوى منهم كلهم ويخافوا منه، ولا يستطيع وزير إنه ينطق، إنه يتكلم إلا لما الأمن يوافق على أي حاجة. وقفة الأمن، أنا قعدت مرة مع وزير الأوقاف ساعتين إلا ربع، منهم ساعة ونص بيقول لي إنه بينسق مع الأمن. ساعة ونص بيقول لي إنه بينسق مع الأمن. مش وزير الأوقاف بس عشان ما نظلموش، وكلهم ما يقدروش يفتحوا مقر إلا لما الأمن يوافق، ياخدوا قرار إلا لما الأمن يوافق. يقولوا ما يقدروش يزعلوا أمين الشرطة يضرب الطبيب بالجزمة، وزير الصحة ما يقدرش يعيب، ما يقدرش يتكلم. ليه الأمن؟ وزير الداخلية ليه بقى؟ وزارة الداخلية ممكن تطلع عين أي حد. طيب لما أنت بتدي للأمن كل ده بقى وهو اللي يدير ويتحكم في البلد،
ايه اللي بيحصل؟ اقول لك انا اللي بيحصل ببساطه، بيحصل 25 يناير بس خلاص. طول ما الامن هو اللي يسيطر. يا جماعه الامن حاجه كويسه، ومفيش بلد في الدنيا متقدمه الا لما يكون عندها جهاز شرطه حقيقي ومحترم وقوي. وكل مصر عايزه الامن يبقى قوي، بس قوي بالعدل مش بالبلطجه، قوي بحقوق الانسان مش بانتهاك حقوق الانسان، قوي بكفاءته مش بقدرته على النفخ، قوي بامكانياته، بالتكنولوجيا اللي بيشتغلها، بالضباط بتوع المؤهلين المدربين، بافراد الشرطه لياقتهم البدنيه كفءه وممتازه، بامناء الشرطه الملتزمين بالقانون والمخلصين واللي بتعملهم باوقات عمل محترمه وبتشغلهم بطريقه قانونيه. احنا عايزين الامن كده، مش هو الامن كده بقى. انتوا ايه هو الامن كده؟ ايه اللي هو الامن كده؟ مفيش امن كده خالص، ده مش امن. كل دعاة الاستقرار الامني هم حقيقة الامر دعاة فوضى. والمشهد اهو، هتتعلموا ولا مش هتتعلموا؟ هو انتوا امتى هتتعلموا؟ امتى البلد دي 90 مليون يتعلموا؟ امتى؟ ما تعلمناش بكل اللي حصل ده. فبيجي لك بقى حادثه ورا حادثه. يا جماعه ده ربنا سبحانه وتعالى ادي يبعت لك انذارات. انتوا ماشيين غلط. انتوا ماشيين غلط. انتوا ماشيين غلط. ايه ده؟ هنعمل ايه اكتر من كده بقى؟ ربنا قاعد اهو بيبعت انذار ورا انذار، واصل هو لن يعذبنا دون ان يرسل لنا رسلا. هي الرسل انبياء وبس؟ واشارات وحوادث. لله جنود لا تراوها انتوا مش عارفينها. دي جنود الله، اشارات عشان السياسي يلتقط، عشان الذكي يلتقط، عشان الحيران يرسى، عشان القلق يدرك، عشان المشوش تصح رؤيته. اشارات ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها اهو، حوادث، حادثه ورا الثانيه ولا الثالثه، عشان نغير. ما حد طول الوقت يقول لك ايه؟ اصل هنعمل قانون تعديلات لضبط الامن. ايه ضبط الامن ده؟ يعني ايه ضبط الامن؟ ده عايز بالظبط زي تغيير المناهج. المناهج اللي هتغيرها في التعليم. انت عايز تغير نظام التعليمي في مصر كله على بعضه. مش هنرقع بدله انور وجدي في فيلم دهب، رقع 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 ماليه البتاع رقع. انت لازم تغير التفصيله كلها. وده يقودنا الى جوهر القصه دلوقتي في مصر. انا اقول لكم جوهر القصه بوجهه نظري ايه؟ ان في تناقض حاد هائل، ودعنا نلتقط انفاسنا كده ونتامله بمنتهى الهدوء والحب والاخلاص لهذا الوطن. في تناقض حاد وهائل بين ما يقوله الرئيس السيسي ودولته وما تفعله دولته. هناك تناقض حاد وهائل بين ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تفعله دولته. يعني الرئيس السيسي طول الوقت بيتكلم على ان المصريين يبقوا وحده واحده، انه كلنا يبقى قلبنا على بعض، الرفق والحنو على الشعب، انتوا في عينينا. الرفق اللي مش كان اسمه ايه؟ العميد ياسر اللي هو بصوته الجميل اللي قال تحنوا عليه حاجه، اللي هو اللي القى البيان، يعني صوت جميل واذاعي رائع. يعني الخطاب الرئاسي كله مليان كلام في القيم دي، ممتاز. الواقع ايه بقى؟ عكس كل الكلام اللي بيقوله الرئيس تماما. ازاي انت بتقول لنا حاجه والواقع حاجه تانية؟ يبقى المشكله هنا فين؟ هل معقوله سيادتك مش شايف الواقع؟ تبقى مشكله كبيره جدا. اسمه ياسر وهبه، العميد ياسر وهبه، صوت رائع. المهم، فهل معقوله مش شايف الواقع؟ طب هو الرئيس المفروض يشوف الواقع من خلال عيون مين؟ بيشوف الواقع من خلال عيون مثلا الاجهزه الامنيه. ما اظنيش ان المفروض يعتمد على، يعني لازم طبعا هي اجهزته الامنيه وكل حاجه، بس يعني
ما هي قالت للرؤساء اللي قبل كده والدنيا عكت يعني، وما بيشوفوش صح ولسه شغالين بالنظام القديم، يشوف من عيون الاعلام مثلا. فعشان كده الاجهزه بتروح تخترق الاعلام وتشغل الاعلام لصالحها ولحسابها عشان اللي يوصل للرئيس اللي عايزاه الاجهزه يوصل. طيب انا كمان شايف الرئيس بدون مستشارين حقيقيين، وشايف الرئيس بدون تواصل مع اطياف الشعب ومع القوى السياسيه تماما تماما. وزي ما بقول ده انا اول مره في حياتي اطلع على تجربه مجتمع ودوله ما فيهاش مستشار سياسي للرئيس او مستشارين سياسيين للرئيس. طيب ادي التناقض اهو، الحنو والرفق بالشعب، احنا كلنا ايد واحده، ان احنا كلنا مع بعض، وبعدين الحاصل على الارض انه لا، انتهاك حقوق الانسان واي مماحكه التفاف ودوران حاجه قصه. روحوا شوفوا يا جماعه، بلاش، روحوا لسواقين النقل وشوفوا بيدفعوا كام في الطريق، لكل شويه جهه توقفوا وتقول لهم الفلوس الرسوم، وبعدين بعد مش عارف ايه الرسوم، ده احنا دافعين لك، لا ده احنا جهه ثانيه، من اول لسواقين النقل لغايه رجال الاعمال والمستثمرين. بس انا بقول اللي شايف مصر بجد يعرف انه في درجه من درجات القلق والاحباط عند المصريين طولي وعرضي، يعني جغرافيا صعيد وفلاحين وريف وكومباوندات وساحل شمالي، طبقيا فقراء ومحدودي دخل وعلى باب الله وأجرية وطراحيل ومليونيرات ومستثمرين وطبقة متوسطة. كل المجتمع الآن، والسؤال الدائم المستمر هي مصر رايحة على فين؟ الناس قلقانة على بلدها. يعني السؤال ده والقلق ده هو ابن الواقع المضطرب اللي هم شايفينه، خصوصا التناقض الحاد بين ما يسمعونه